الفيديو ده يا جماعة موجه لجمهور الترجي التونسي، الناس اللي متابعاني من زمان وعارفة قد ايه انا بحترم جمهور الترجي جدا، جمهور الترجي المحترم، وكمان انا بقدر جدا نادي الترجي كواحد من اقوى واعرق الاندية في افريقيا. فالناس دي اللي متابعاني من قبل كده عارفاني قد ايه بحترم الترجي وبقدره وبحترم جمهوره. فانا عاوز اعرفكم انه بعد مباراة الاهلي والترجي في ناس عاوزة تعمل فتنة بين جمهور الأهلي والترجي، سواء في الإعلام المصري أو الإعلام التونسي أو السوشيال ميديا بجميع أنواعها. عندنا الإعلام الزملكاوي طبعا مستفيد جدا من الحوار ده وحوار الفتنة بين الجمهورين، فأنا بكلم العقلاء من جماهير الترجي ويا ريت تفهمني جدا في الفيديو ده. اول حاجه هتكلم عنها في الفيديو ده هتكلم عن الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي والترجي اللي اثرت على مجرى مباراه الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. مبدئيا كده احنا هنمسك المباراه من اولها لاخرها وهنشوف الاخطاء اللي اثرت على مجرى المباراه، وهل في اخطاء جسيمه حصلت ضد الترجي التونسي ولا لا. انا بصوا مبدئيا يا جماعه هوجه كلامي للناس المحترمه، اي حد مش محترم الفيديو ده مش موجه ليه. اول خطأ حصل تدخل اللاعب بتاع الترجي التونسي روجيه اولو على قدم اكرم توفيق، وبشهاده جميع خبراء كرة القدم ان الكرة دي تستحق الكارت الاحمر المباشر للاعب الترجي التونسي روجيه اولو. والكلام ده كان حصل امتى؟ علشان نتكلم بعقلانية ومنطق، التدخل ده حصل امتى؟ حصل في الدقيقة 19، يعني في بداية المباراة والنادي الأهلي متقدم بهدف، يعني الترجي هيلعب منقوص لاعب، يعني معنى كده النادي الأهلي تحكم كامل في المباراة. ده المنطق والعقل. انت بقى شايف ان انا بقول كلام غير الواقع، اتمنى انك ما تكملش الفيديو ده لانك كده انت هتنافق نفسك. معنى انه نادي الترجي يلعب ب10 لاعبين من الدقيقة 19 ولاعب زي روجيه اولو لاعب الوسط الدفاعي لاعب مهم ووجوده في الملعب مهم والاهلي كسبان واحد، لا ده المباراة اتغيرت 180 درجة. يبقى كده اول خطأ جسيم حصل في مباراة الاهلي والترجي هو خطأ لصالح الاهلي مش في صالح الترجي. نيجي بقى لضربة الجزاء بتاعة امام عاشور اللي هي مشكوك فيها انها ضربة جزاء. مبدئيا هي مش ضربة جزاء. واحد هيقول لي لا ده انت اهلاوي بقى وانتمائك غالب عليك لا. ليه؟ لانه مدافع النادي الاهلي بيشتت الكرة جات في ايد امام عاشور في وضعية طبيعية جدا، الكرة اصلا ملهاش تأثير، ايد امام عاشور جنبه هو بيحاول يبعد ايده عن الكرة اصلا، فالكرة اصلا ملهاش اي تأثير في هجمة الترجي. فبناء على ايه دي تتحسب ضربة جزاء؟ وكمان في الاذاعة التونسية كلهم اتفقوا انه الكرة دي مش ضربة جزاء، الكرة رايحة في اتجاه ايد امام عاشور وايد امام عاشور في الوضعية الطبيعية لجسمه وهو اصلا بيحاول يبعد ايده عن مسار الكرة، فبأي منطق دي تتحسب ضربة جزاء؟ شغل عقلك كده وما ترميش ودنك للناس اللي عاوزة تعمل فتنة. نيجي بقى لضربة الجزاء الثانية المشكوك فيها بتاعة كريم فؤاد والتدخل بتاع كريم فؤاد. بالله عليك انت راجل بتتفرج على كرة قدم، انت شايف انه كريم فؤاد تدخل على قدم لاعب الترجي ولا كريم فؤاد استخلص الكرة الاول؟ الكرة واضحة يا جماعة في الاعادات التلفزيونية وفي الاعادة باينة جدا انه الكابتن كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي ومدافع النادي الاهلي استخلص الكرة الاول ولمس الكرة الاول وغير اتجاهها بعيد عن لاعب الترجي، فبالتالي لاعب الاهلي لمس الكرة، تبقى ضربة جزاء بناء على ايه؟ بالعقل وبالمنطق وبهدوء اهو. وانا بقول لكم لو في حاجه على الاهلي والله كنت هقول سيبكم من الاعلام المصري اللي عاوز يعمل فتنه، والله الاعلام الزملكاوي عاوز يعمل فتنه بين الجمهورين. انا عادي كان ممكن احتفل وازيط وافرح وانبسط وما يهمنيش بقى ايه اللي يحصل ولا يتقال من جمهور الترجي، بس انا علشان بقدر وبحترم جمهور الترجي فانا عاوز اوضح لهم الصوره علشان اصحاب الضمير الاسود ما يشتغلوش على الوتر الحساس ويشعلوا الفتنه بين الجمهورين. حاجه اخيره حابب اتكلم عنها عن استقبال جمهور الاهلي لجمهور الترجي التونسي. اسالوا الناس هنا في مصر، اسالوا الناس اللي جت مصر هنا، قولوا لهم المصريين استقبلوكم ازاي. انا عارف انتوا هتتكلموا في ايه، هتتكلموا عن دخول الملعب وعن دخول الجماهير للملعب. انا دلوقتي بكلمكم في حاجه مبدئيه، استقبال الناس الشعب لجمهور الترجي كان ازاي؟ لو حد قال لكم انه كان في سوء استقبال لجمهور الترجي تعالوا حاسبني. اما بقى بالنسبه لدخول الملعب
فاحنا زينا زيكم والله، في تشديد امني صعب جدا على جمهور الاهلي وعلى اي جمهور هيدخل الملاعب. القصه ده نظام دخول الملاعب.